تعالي لما اقولك افكار لزينة رمضان تفرحي بيها بيتك وولادك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى يا حبايب قلبي هنعمل زينة كده بسيطة. هنزين بيها المطبخ بأفكار حلوة وبسيطة ومش هتاخد معاكي وقت خالص. بصوا بقى يا بنات، الخيش ده اللي انا كنت جايباه في المشتريات، كنت وريته لكم، كنت جايباه من المنشيه. اللي ما اتفرجش بقى على الفيديو، وكنت جايبه الشمع ده، شمع انا عندي مسدس شمع بقاله 4 سنين تقريبا. فجبت الشمع بس، وجبت اهو ده المسدس يا بنات. وجبت اللي هو الملون ده، الشريط المتر كان ب5 جنيه. المتر ب5 جنيه، والشمع كانت الواحدة ب5 جنيه تقريبا برضو، فجبت 4. والخيش ده يا بنات كان متر ونص ب50 جنيه. تمام. طبعا اللي اتفرج بقى على الفيديوهات اللي فاتت، هو انا قصيته كده رانر عند اللي عمل لي خيط لي ستاير وكده، فهو قصه سهل جدا يعني. همسك بقى يا بنات طبعا سخنت مسدس الشمع، وبعد كده هاخد الاطراف بتاعه الرانر ده، وهبتدي اتني كده على جوه، تمام، بحيث ان الخيوط دي ما تبقاش مشرشره كده من بره. هنعمل النهارده وصفات سهله جدا، وعندي كده شويه حاجات برضو بقالها كذا سنه، مش هقول لكم السنه اللي فاتت بس، لا، في حاجات عندي بقالها 4 سنين تقريبا من زينة رمضان، انا برضو اللي كنت عاملاها، هوريها لكم وهنرتبها وننسقها كده مع بعض في المطبخ. بجد النتيجه بجد بهرتني. في اخر الفيديو بقى هتشوفي التنسيق اللي انا عملته، وبرضو مستنيه رايكم في الكومنتات، واهلا وسهلا بكل حد جديد نورني في القناة، وشكرا للكومنتات القمر بتاعتكم، شكرا لدعمكم ليا، ربنا يخليكم ليا يا رب. بصوا يا بنات، انا مسكت الجوانب كده وتنيتها كده على جوه، وعملتها بمسدس الشمع. انا بصراحه يا بنات ماليش في الابره والخيط، يعني اني امسك بقى خيط وابره كده واقعد اخيط وكلام من ده، للامانه لا، ماليش فيه خالص يعني. فبصراحه بستسهل مسدس الشمع، وبيديني النتيجة هي. لو انت بقى بتحبي الإبرة والخيط، خيطي بقى زي ما انت عايزة، ولكن الطريقة دي سهلة جدا بمسدس الشمع، مش هياخد منك وقت خالص، والنتيجة هتبقى حلوة جدا. بصوا بقى يا بنات، انا كده تنيت من الجوانب وجيت على الأطراف كده. ركزوا معايا، بصوا الموضوع سهل وبسيط جدا، يعني انت لو عندك بنوتة صغيرة وشافت الفيديو ده هتقعد تنفذه. الموضوع بسيط جدا، مش صعب خالص. بس يا بنات الشمع بقى كده اهو حطيته، وهمسك الشريط كده. بصوا انا حطيت الكور بتاعت الشريط دي من الناحيه اللي جوه، لو انت عايزه تحطيها من بره زي ما انا هعمل في الاطراف الجانبيه، زي ما انت عايزه. تمام. دي بترجع لذوقك انت وتنسيقك انت. انا نسيت اقول لك بقى، حطي لايك للفيديو وانزلي اكتبي لي كومنت القمر. بجد يعني الكومنت بتاعك ده بيرفع الفيديو طبعا، وبيفرحني جدا وبيدعمني وبيشجعني ان انا انزل لكم فيديوهات. انا بصراحه يعني بحاول الايام دي بصراحه انزل لكم فيديو كده يوم ويوم عشان ما تزهقوش مني. انا الفتره اللي فاتت تقريبا كنت بنزل كل يوم، تمام، والله عندي شويه فيديوهات كتير عايزه تتمنتج وكده، ان شاء الله هظبطها يعني وتتسجل. ولكن قلت هظبط كده معاكم اني ان شاء الله كده بمعدل يوم ويوم هنزل لكم فيديو. بس برضو انتوا ما قلتوليش تحبوا الفيديو يكون الظهر ولا بعد المغرب، يعني يبقى على الساعة 2 كده، الساعة 3، ولا يبقى على الساعة 7 و8 بالليل. اكتبوا لي برضو في الكومنتات تحت. بص يا بنات، هنا بقى عملت الطرف ده. جيت بقى هنا يا بنات في الجنب ده، خليت الكور من بره، انتوا واخدين بالكم بتاع الشريط اهو، حطيت برضو الشمع وابتديت الزقه كده فوقيه، بتضغطي عليه، خلي بالك بس عشان ما تتلسعيش. تمام. همسك بقى الاطراف كلها اعملها كده بالشكل ده. عايزه اقول لكم ان المتر ونص خيش لا، ده كتير جدا. ده انا عملت الرنر ده، وعملت اللي هم اللي عامله زي الشوال دي اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي، وفضل كتير جدا. ان شاء الله هبقى اعمل برضو حاجات مش شرط في رمضان على فكره، ممكن نعمل بيها حاجات كده، تنسيقات واعمال كده، حاجات فنيه يعني كده، ديكورات فنيه على العيد مثلا ان شاء الله. هعمل ببقيه القماش ده، هحاول كده برضو ننزل فيديوهات على العيد، وهعمل ببقية الخيش ده ديكورات تانية.
فلو انت بقى هتعملي مثلا رانر واحد وكام شوال كده من اللي انا هعمله، فلا ما تكتريش. يعني انا جايبه نص جايبه متر ونص، انت تقدري تجيبي مثلا متر الا ربع متر، فاهماني؟ لو انت مش عايزه تعملي حاجات كتير، لاني هيفضل عندك متر ونص، ده كان بالنسبه لي كتير. بصي يا بنات، مجرد ما حطيتي الشريط ده برضو يا بنات جايباه من المنشيه، اي حد بيبيع خيوط واللي هي الادوات بتاعه الخياطه بيتباع عنده بالمتر. تمام. والخيش ده برضو اللي ما اتفرجش على فيديو المشتريات كنت جايباه من المنشيه. بصوا بقى، انا عملت الاطراف كده وركنته على جنب، ولكن هرجع له تاني. تمام. بصوا بقى القماش اللي فضل قد ايه، هطلع منه بس كده جزئيه عشان اعمل بيه الشوال، اللي هي الحاجات الصغيره دي اللي هحط فيها اليميش بتاع رمضان. بصوا يا بنات، تنيتها كده على 2 وابتديت ايه بالمقص. بصوا عليا ماسكة مقص مش عايزة اقول لكم بجد خطيرة. بتريق على نفسي بصراحة، لاني بصراحة ماليش ولا في المقص ولا الخيط ولا الابرة ولا الجو ده خالص. ولكن بصوا بحاول اطلع الفنان اللي جوايا برضه. بصوا يا بنات، انا طلعت حتة يعني قصيتها كده بالطول، وابتديت اتنيها كده بالشكل ده. بصوا ركزي معايا ركزي معايا. تمام. اهو. هستخدم بقى اللي قدامي دي، وهبتدي كده ايه، هاخد على الاطراف المسدس اللي فيه شمعة كانت متشاله، فطبعا لازم تسخنيها شويه علشان الشمع يسيح. تمام. بس هاخد بقى على الاطراف كده وهبتدي ايه اتنيها، يعني اعملها زي ايه، زي الجراب كده، زي الجيب، فاهمين؟ زي الشوال بس الشوال الصغير يعني. هبتدي الزق بقى كده يا بنات من الجوانب بالمسدس اهو، بس مش هقفل الحته اللي فوق. تمام. اضغطي عليها بقى بعد ما تحطي كده الشمع، اضغطي عليها، وزي ما قلت لك اوعي تتلسعي عشان الشمع بيبقى سخن. بس لازم تضغطي عليها على طول علشان الشمع ما ينشفش. وهاجي برضو يا بنات على الاطراف كده وهتني الحته اللي فوق كده بالشكل ده، يا رب الطريقه تكون واضحه اهو. بصوا انا كده يا بنات سديتها من الجناب، والحته اللي فوق دي خليتها مفتوحه، ومسكت الاطراف اللي فوق تنيتها كده علشان هحط عليها الشريط اللي هو ايه الملون ده اهو. بصوا يا بنات اهو بقى شويل اهو. هاخد بقى يا بنات الشريط الملون ده وهبتدي بقى ايه احطه على الاطراف. بصي بقى انتي وذوقك بقى يعني، إيه التنسيق ده بيرجع لك انتي وذوقك. عايزه تحطي على الاطراف من فوق، عايزه تحطي من الجوانب، عايزه تحطي كذا شريط تحت بعض، بس هيبقى اوفر قوي بصراحه. فانا استكفيت بس بان انا احط كده ايه على الاطراف من ناحيتين اهو. المكان اللي انا تنيته وحطيت فيه الشمع، حطيت فوقيه يا بنات الشريط ده كده اهو من ناحيتين. بصوا الموضوع سهل جدا وبسيط جدا، وهتقدري تفرحي بيتك وتفرحي ولادك بحاجات سهله وحاجات بسيطه جدا. وعلى فكره يعني هتبقى اوفر من بره، يعني انت الحاجات دي لو اشتريتيها من بره هتبقى اغلى، يعني هتكلفك اكتر من كده بكتير. انتوا فاهمين؟ بصوا يا بنات انا اهو، بصوا بجد هو كده اصلا شكله ابتدى يبان، بس انا مش هسكت على كده برضو، هعمل فيه حاجة تانية. خدي بقى بعد كده ايه الخيوط اللي طالعة دي، حاولي كده ايه تشيليها بالمقص، و الجزئية دي برضو بصوا الحتتين دول مش متساويين، فهبتدي اسويهم كده ايه بالمقص، بحيث ايه ان هما الاتنين يبقوا قد بعض. كده خلاص الاتنين دول كده بقوا قد بعض. هعملهم برضو بنفس الطريقة اللي فاتت، همسك كده كل الأطراف، همسك كل الأطراف ألزقها واخليه برضو مفتوح كده ايه الجزء اللي فوق اهو. بصوا يا بنات هاخد برضو ايه شريط كده وهزين بيه كده، هلزقه يعني في الجزئية دي من فوق. عايزه اقول لكم بجد في اخر الفيديو
النتيجة بجد هتبهركم بجد. انا عن نفسي بصراحة الديكور ده عاجبني جدا، وحاساه كده حاجة جديدة وحلو جدا. وبرضه ايه مستنية رأيكم بجد، يعني رأيكم بيهمني جدا. كده يا بنات لزقت بقى كده. بصوا الشمع علشان لما بضغط عليه فبيجي في ايديا فبشيله بقى. بصوا يا بنات انا جبت بقى الرانر ده اللي انا عملته، فكان عندي بواقي القماش الازرق ده. زي ما قلت لكم ان القماش الازرق ده اللي هو الخياميه الازرق ده كان مفرش كبير يا بنات، ده كان مفرش كنت بحطه على السفره من حوالي برضو 3 4 سنين كده. وجيت على السنه اللي فاتت ابتديت اعمله رانر ومفارش صغيره اللي انا فرشت بيه الريسبشن، يعني اللي شاف الفيديو بقى بتاع فرش الريسبشن. فالمهم فضل منه كام قطعه كده، ففرغت منها بقى ايه اشكال كده، اشكال رمضانيه كده، وقلت ايه هكمل بيه الرانر ده. فانت ممكن ايه بقايا قماش اللي هو بتاع الخياميه ده تطلعي منه اي اشكال هندسيه كده وتبتدي تعملي بيه. وممكن على فكره ممكن تستكفي بكده بس لو انت ما عندكيش القماش ده برضو هيبقى حلو جدا. ممكن تعملي دايره مثلا لو انت ما عندكيش قماش الخياميه ده، ممكن تعملي دايره كده في النص من اللي هي فيها كور دي اللي هي الملونه، الشريط الملون ده. يعني بصي يعني الحاجه دي هترجع لذوقك انت وتنسيقك انت. تمام. يعني انا عايزه اقول لكم وانا بعمل الرانر ده اصلا ما كانش في دماغي اصلا ان هو يطلع كده والله العظيم. يعني انا قلت ايه هعمل، جبت الشريط ده وهعمل من الاطراف وكده وخلاص يعني. وخلاص بعد كده إيه قلت لا انا همسك بقى ايه الخياميه دي هيدي شكل احلى. بصي يا بنات الاطراف لزقت فيها المثلثات دي، وقلت هفرغ بقى الحته اللي في النص دي وهحطها في النص. عايزه اقول لكم المقص كمان غلس شويه من اللي هو مش بيجري بسرعه كده، تقريبا عايز يتسن. بس يا بنات بصوا إيه هبتدي ايه افرغ تاني، هو المقص مش مساعدني، ولكن قلت على قد ما هقدر كده هحاول ايه اطلع الشكل اللي انا عايزاه يعني. ودي كانت النتيجة اخر حاجة وصلت لها بصراحة. ابتديت بقى بصوا الاطراف كده دخلتها على جوه علشان برضو ما تعملش معايا خيوط كده وتبقى مشرشرة، فهتنيها على جوه كده والزقها. حطيتها بقى ايه في نص الرنر كده بالشكل ده. وهبتدي بقى ايه الزقها كده برضو بالمسدس الاطراف كلها كده بالشكل ده. بصوا انا حاسة ان الشكل بجد اختلف تماما، وانتوا برضو ايه قولولي رأيكم. كده خلاص ثبته في الخيش. بصوا بقى يا بنات بجد شكله عاجبني جدا. ده كده خلاص انا مش هزود فيه حاجة تاني يعني. عندي كده الرنر ده كده خلاص خلص. وعلى فكرة هنفرش بقى كل الحاجات الجميلة دي كلها مع بعض. هنا برضو ايه فرغت الشريط كده يا بنات برضو من القماش الخيامية ده، وقلت هعمل بيه ايه واحد بس من اللي هو الشوال ده. معرفش اسمه شوال ولا اسمه جراب ولا اسمه ايه، المهم يعني قلت إيه اللون الازرق مع الخيش هينطقوا كده شويه، فقلت ايه هعمل الجوانب كده بس باللون الازرق ده. تمام. همسك برضو الطرف التاني برضو وهلزقه بالشكل ده كده. حطيت الشمع وهبتدي اضغط عليه، لما تيجي تلزقي اضغطي. هشيل بقى ايه الحاجات الزيادة. هلزق بقى الاطراف كده واضغط عليها، وشلت بقى الخيوط الزيادة وكده وكده خلاص بقى عندي تمام. بصوا بقى يا بنات دي الكوسترات اللي انا جبتها دي، كنت جايباها السنة دي، حطيت جزء كده في الريسبشن والجزء التاني هوزعه هنا. وده يا بنات كان عندي من السنة اللي فاتت، ده بيتلزق بالدبل فيس كان عندي من السنة اللي فاتت، وده برضو كان عندي من السنة اللي فاتت اهو.
وبرده بالدبل فيس. الحاجات دي يا بنات هنعلقها مع بعض في المطبخ. وعندي الطابلوهات الصغيره دي برده اشكال رمضانيه كده، معرفش الشخصيات دي اسمهم ايه، مش عارفه، عم شكشك باين. بس وكل ده هيتلزق. كان عندي برده يا بنات دول من السنه اللي فاتت اللي بحطهم على التلاجة، فيهم مغناطيس كده، فيهم برده شخصيات رمضانيه. تمام. كل الحاجات دي بحطها على التلاجة. دي يا بنات الطبلية دي كانت من الكرتون، كنت عاملاها برضو بقالها بتاع 4 5 سنين، بتاع 4 سنين قبل ما افتح القناة والله. وعندي العياشة دي برضو كانت سلك كده، وعملتها برضو يا بنات بالقماش كده الخيامية وعربية الفول. الحاجات دي كلها عندي قديمة. الحاجات دي يا بنات عندي بقالها تقريبا اكتر من 3 سنين. تمام. وكل سنة بشيلها وارجع ارممها تاني لو في حاجة اتخلعت منها كده يعني. فهنا عندي الفوالة اتخلعت والراجل صاحب العربية اتشال من مكانه، فاحنا هنظبط بقى كل الكلام ده كده كله مع بعض. تمام. بصوا تعالوا بقى نظبط كده عربية الفول الاول. بصوا الراجل ده انا مغلباه معايا كل سنه كده، افضل الزق فيه. بصوا دلوقتي اهو لزقته غلط، مفروض من الناحيه التانية، لان بص العربيه المفروض بتبقى مايله لقدام، يعني هو واقف الناحيه التانية مش الناحيه دي. بصوا بعد ما لزقته هرجع اعمله تاني. وهحط هنا الفواله دي بنات كانت عباره عن عن عارفين اللي هي الملاحه اللي هي الازاز دي اللي هي بتاعت الملح والفلفل، هي دي كنت عاملاها كده بورق فويل وملزقه عليها فول من فوق، وحطاها كده ملزقاها في العربيه. والعربيه دي يا بنات علبه كرتون اصلا، ومغلفاها برضو بقماش الخياميه. الراجل ده يا بنات بصوا اهو خلعته هحط الناحيه التانية. والعجل بتاع العربيه دي غطيان برطمانات بتاعت الصلصه وكده، برضو لفاها بورق الفويل. خلاص. والراجل ده برضو عباره عن كرتون، بس وشه يا بنات كان الغطا بتاع الملاحة اللي انا عاملاها فوالة دي. تمام. هي فكرة سهلة وبسيطة خالص، ولكن للأسف يعني انا لما عملتها يا بنات ما كنتش فاتحة القناة، فما صورتهاش. عشان تعرفوا بس اللي انا فنانة من قبل القناة، انا فنانة قديمة جدا على فكرة يعني. الايدين بتاعت العربية يا بنات برضو كانت مخلوعة، حتة ورق فويل كده وعملتها رول كده، وبعد كده هلزقها برضو بمسدس الشمع. فكرتها بسيطة جدا وسهلة جدا. والكوفية دي اللي على رقبة اللي هو بتاع الفول ده مناديل كده تنتها ورحت لازقيها برضو عليه. تمام. اهي العربية اهي الحمد لله ظبطتها، والفول والفوالة وكله تمام. بصوا بقى يا بنات الحاجة اهي كلها طلعتها بتاعت السنة اللي فاتت واللي قبلها واللي عملتها دلوقتي، وهبتدي بقى انسق كل الكلام ده معاكم. كان عندي فرع النور ده برضو كان عندي من السنة اللي فاتت، فرع صغير فرع طويل، ولكن اللمط بتاعته صغنونة كده. بس المهم بقى تعالوا كده نلمع الرخامة. طبعا احنا بقى معقمين المطبخ ومشقلبينه وعاملين له تنظيف عميق، ولكن انا قلت قبل ما افرش اديله تلميعة كده برضو على السريع. لمعت بقى الرخام وابتديت بقى حطيت الرنر ده يا بنات انا هثبته كده، هحطه يعني على الرخام. كل الديكورات اللي انتوا شفتوها وكل الحاجات دي كلها هوزعها في المطبخ. تمام. انا السنه دي بصراحه مركزه على الريسبشن وعلى المطبخ في الزينه بتاعت رمضان. المهم بقى يا بنات الشوال اللي انا عملته الصغنون ده حطيت في قلبه كده كيس تلاجة نظيف، وبعد كده هبتدي احط فيه البلح. تمام. طبعا ما تحطيش كده على الشوال على طول، برضو انت ما تعرفيش القماش نضيف ولا لا، فكيس كده تلاجة نظيف تحطي فيه. تمام. وجبت بقى العياشة دي برضو اللي انا كنت عاملاها، وهبتدي ارص فيها اليميش ده. جبت كيس اهو وحطيت برضو في التاني. ده يا بنات سوداني مقشر، فقلت هحط كده فيه اهو. بصوا بجد شكلهم قمر قوي قوي بجد، عجبني جدا. ودي برضو يا بنات هحط بقى احط شوية مكسرات كده في الشوال ده. بصوا افكار بسيطة بس بجد النتيجة حلوة جدا. بصوا هنا بقى برضو حطيت كيس وحطيت بقى شوية مكسرات.
وهبتدي ارصه كده بالشكل ده. احط بقى شويه عين جمل كده. عندي يا بنات بقى التمريه دي برضو كنت جايباها السنه اللي فاتت، كنت جايبه 2 حاطه برضو في الريسبشن، وقلت احط واحده هنا في المطبخ، حطيت فيها بلح. تمام. حطيت بقى السبحه الزرقاء دي بتاعتي، وظبطت كده ايه الكونتر عندي. قولولي بجد رايكم. لسه بقى ايه هنوزع بقيه الحاجه برضو على المطبخ كله. بصوا بجد افكار حلوه جدا. وعندي الطبليه دي برضو سبتها ايه على الرخامه. تعالوا بقى ايه ندي تلميعه كده. لمعت التلاجة بكلين اللي هو من ماي واي. قلت ايه ادي لفه كده على الاجهزه من بره بس. وهبتدي احط بقى ايه الاشكال اللي هي برضو الرمضانيه دي، الشخصيات دي اللي هي بالمغناطيس دي اهي. الحاجات دي بنات كنت جايباها من خالد بن الوليد السنه اللي فاتت، اللي هي الاشكال دي. الكوسترات بقى دي يا بنات هحطها هنا كده. قلت ايه اوزعها على الرنر. هلمع بقى الميكروويف، وكان عندي كده ايه قطعة من اللي هي الخيامية اللي لونها ازرق. قلت هحطها كده ايه فوق الميكروويف اهي، اللي هي دي كده. التابلوهات دي يا بنات السنة اللي فاتت كنت حطاها في رمضان في أوضة الليفينج، ولكن السنة دي قلت لا هحطها في المطبخ. بتتلزق بايه؟ بتتلزق بالدبل فيس. بصوا بعد ما حطيتها فوق قلت لا هحط 2 فوق بعض كده، فنزلتها تحت. وبعد كده هاخد دي برضو احط كده دبل فيس في ظهرها، وهلزقها كده احطها فوقيها. تمام. قلت احط 2 كده دبل فيس علشان ايه ما تقعش. بصوا يا بنات حطيت كده الاتنين فوق الميكروويف. قولولي بقى ايه رأيكم. هلمع بقى يا بنات الغسالة، علشان انا كنت جايبة الكفر بتاع الغسالة وما فرشتهوش. فاكرين لما قلت لكم كنت جايباه من المنشية؟ إيه و إيه اللي ما شافش فيديو المشتريات يروح يشوفه فورا. كنت جايبة ده من المنشية، كان تقريبا ب80 يا ب85 جنيه. تمام. بس فكنت شايلاه بقى، قلت ايه هفرشه على رمضان. فيلا بقى ايه نفرشه معاكم. كان الكفر التاني بقى ايه مش عايزه اقول لكم، كان بيقول لي ايه ارحميني بجد، كان اتقطع بقى وكده فرميته وجبت ده. بصوا الستاره بقى يا بنات، كان عندي ستاره السنه اللي فاتت شيفون كده، وكنت بعلق عليها النور وكده، ولكن بصراحه ما كنتش حابه بقى اللي انا اعلقها النهارده. فدي كانت عندي إيه كنت برضو مفصلاها، بس كانت مغسوله وكده. قلت لا لونها احمر، لونها مبهج يعني، فهفرشها بقى هعلقها يعني. بس يا بنات علقتها اهو في شباك المطبخ. وشكلها حلو جدا. هعلق بقى دي هنا يا بنات في الجزئيه دي، حاطه دبل فيس كده في الظهر، واضغط عليها كده ضغطتين وهتلزق. تمام. هنا بقى التربو ده يا بنات هلمعه برضو، وهفرش عليه ايه بصوا دول انا كنت جايباهم للتلاجة، ولكن ما حبيتش بصراحه ان انا احطهم في التلاجة. مفارش للتلاجة هي المفروض، ولكن ايه حطيت واحد اهو على التربو. هو تقريبا فيه 4، الكيس فيه 4. حطيت واحد على التربو وواحد على غسالة الأطباق، وزعتهم كده. بصراحة ما حبيتش ان انا احطهم جوه التلاجة. تمام. وحطيت على التربو بقى عربية الفول. وبعد كده قلت ايه حدي بقى الدواليب كده تلميعة كده على الماشي. بس طبعا هو كله نضيفه زي الفل، ولكن قلت بقى ايه يلا عشان نفرش ايه على نظافة. ما هو بعد ههدة الحيل بقى دي بجد، والمجهود اللي انا عملته في التنظيف وكده، لازم تحافظي على الحاجة اللي انت عملتيها علشان ما تتعبيش فيها يعني. لمعت الدواليب كلها يا بنات، اديتها تلميعة كده. قلت المع البوتاجاز، لمعته بملمع الازاز واديته تلميعة وبقى زي الفل.
اوعي بقى لغايه دلوقتي تكوني ما حطيتيش لايك ولا نزلتي كتبتي الكومنت بتاعي، بجد هزعل منك جدا. كده خلاص يا بنات، البوتاجاز عندي بقى زي الفل. هدي بقى تلميعه كده، حطيت ايه نقطه جنرال على نقطه معتر وشويه ميه كده، وايه على الناشف، يعني ما قلبتش بقى ميه ولا كلام من ده، كل ده مغسول وكل ده بصوا قشطه كده. بس فالمهم بقى ايه، لمعت الارض وهبتدي افرشها. عايزه اقول لكم ان انا لفيت المنشيه مرتين علشان اجيب حاجه افرشها في المطبخ تكون شكلها حلو، وللاسف مفيش حاجه عجبتني خالص بجد. يعني لو لقيت المقاس ما لاقيش اللون، لو لقيت اللون الاقيها صغيره، فاهمين انتوا؟ فقلت ان شاء الله على العيد بقى كده ان شاء الله، قلت مش مشكله بقى. بصوا انا علقت فرع النور ده كان عندي من السنه اللي فاتت برضه. بس يا بنات فقلت يلا بقى ايه مش مشكله، هفرش دي كانت مغسوله برضه ونضيفه، فقلت يلا هفرشها وخلاص. اهي بصوا ماشيه مع لون الكفر بتاع الغساله. وقلت على العيد ان شاء الله قبل العيد كده احاول الف لفتي واشوف ايه حاجه كده افرشها في المطبخ يكون شكلها حلو. بصوا يا بنات علقت دول هنا كده اهو فوق البوتاجاز. هوريكم بقى ايه منظر المطبخ كده بعد ما خلص. اول ما تدخلي من المطبخ كده التربو بقى، وبصوا الحاجات اللي على الرخام. بصوا يا بنات الرنر بجد طلع حلو قوي، ولا ده قمر؟ نفذوها يا بنات، نفذوا بجد، الافكار دي سهله وبسيطه وحلوه جدا وشكلها شيك قوي كمان. وهنا التابلوهات دي بصوا اللي حطيتها فوق الميكروويف واللي على التلاجة. بصوا استنوا بس انا هطفلكم النور دلوقتي عشان تشوفوا الاضاءة. انا مش فاكرة بصراحة في الفيديو ده هطفي النور ولا مش هطفي النور، بس يعني انا هوريكم ايه الشكل كده ايه من بره يعني. قولوا لي رأيكم بقى يا بنات، عايزاكم بجد تكتبوا لي في الكومنتات ايه رأيكم. لا انا ما طفيتش النور، ولكن بصوا قلت بقى اوريه لكم من بعيد كده. ده الفيديو بتاع النهارده يا بنات. لا طفيت النور اهو والله، بصوا اهو طفيت النور. شكله حلو جدا مبهج جدا بجد. ده الفيديو بتاع النهارده، اتمنى ان انتوا تكونوا اخدتوا منه افكار ويكون عجبكم. اكتبوا لي رايكم بقى في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.